على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجلاء. شعب السوداني الأبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر علينا ذكرى استقلال بلادنا الغالية وقلوب أبناء وبنات السودان وأفئدتهم امتدت إليها أيادي الغدر والخيانة، فاستبدلت أمنهم خوفا وطمأنينتهم هلعا وتشريدا، فطالت تلك الأيادي الآثمة شرفهم وأرواحهم وأموالهم في كل بقاع السودان. تمر علينا هذه الذكرى وميليشيا ومرتزقة محمد حمدان دقلو مستمرة في تدمير البنية التحتية وقتل المواطنين ونهب أموالهم واحتلال منازلهم وانتهاك أعراضهم وتهجيرهم من قراهم ومواطنهم الأصلية، وإبادة وتطهير بعضهم بمساندة بعض خونة الشعب وطلاب السلطة وبتأييد من بعض دول الإقليم والعالم تحت دعاوي زائفة معلومة المقاصد والأهداف، رغم ثبوت ارتكاب تلك القوات لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشهادة دول العالم والمنظمات الدولية. لذلك فإنني أوجه رسالة للدول التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن كفوا أيديكم عن التدخل في شأننا، لأن أي تسهيلات تقدم لقيادة المجموعة المتمردة تعتبر شراكة في الجرم وشراكة في قتل شعب السودان وتدميره، وأن استقبال أي جهة معادية للدولة لو لا تعترف بالحكومة القائمة يعتبر عداء صريحا للدولة، ويحق لها أن تتخذ من الإجراءات ما يحفظ سيادتها وأمنها. المواطنون الشرفاء، تحية لكم وأنتم تهبون جميعا لإسناد جيشكم وتنفرون لنصرة الحق، فوقوفكم وإسنادكم للقوات المسلحة هو الوقود والزاد للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية. وأقول أننا بكم ومعكم سننتصر وسنسحق هؤلاء الخونة ونحرر السودان من أيادي العمالة والارتزاق. المواطنين الكرام، كثرت دعاوي لا للحرب والتفاوض والبحث عن السبل والمسالك التي توقف الحرب. نقول أننا مع ذلك، وأن الطريق لإيقاف الحرب واحد، وهو خروج الميليشيا المتمردة من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان كما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة، مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية، وإخلاء مساكن المواطنين ومقار الدولة، فإن أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة، فالشعب السوداني لن يقبل أن يعيش وسط هؤلاء القتلة والمجرمين ومن ساندهم. مواطنين الكرام، إننا نشكر جهود أشقاء السودان وبعض جيرانه والمنظمات الإقليمية والدولية الصادقة التي تعمل معنا لأجل السلام، وأقول لهم أن خارطة الطريق للسلام يجب أن تتضمن تلك المطلوبات، فسلام منقوص أو يسلب كرامة الدولة وإرادة الشعب السوداني لن يكون مقبولا، فالشعب قال كلمته وانتظم في صفوف المقاومة لدهر هذا العدوان. تحية لضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة، تحية لضباط وضباط الصف وجنود الأجهزة النظامية لهذا المخابرات العامة والشرطة، التحية لشباب وشابات وأبناء الشعب السوداني الذين اصطفوا في خندق واحد مع قواتهم المسلحة والذين انتظموا في كتائب المقاومة الشعبية، تحية للعاملين في الدولة ومؤسساتها المختلفة وهم يؤدون واجبهم في تجرد ونكران ذات، التحية للأجداد صناع الاستقلال، عاش الشعب السوداني حرا مستقلا، جنة الخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار للخونة والمتمردين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، النصر آت، وقريبا سنحتفل بالاستقلال الحقيقي بعد القضاء على هذه المجموعات الإرهابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.